لو عندك كمية من بسكوت المدارس تعالى أقولك نعمل بيه إيه. هنعمل بيه النهاردة أحلى كيك بارد في 10 دقايق بس، بدون بيض، بدون كريمة، بدون فرن. كيك شوكولاتة سهل وسريع واقتصادي في نفس الوقت. تقدري تقدميه لضيوفك لو جالك ضيف على سهوة. تقدري تقدميه كمان في المناسبات زي مثلا مناسبة رأس السنة، أو كمان في سهرات الخميس، أو يوم الجمعة في يوم الأجازة وتجمع الأسرة. أولادك عايزين ياكلوا حاجة حلوة ومش عارفة تعملي لهم إيه، تقدري تستغلي كمان الوصفة دي. الوصفة دي كمان عملناها قبل كده في القناة، بس عملناها ببسكوت العيد بتاع عيد الفطر. كان عندي كمية من بسكوت العيد وعملنا بيه الوصفة دي. النهاردة هنعمله من بسكوت المدارس، وتقدري تستخدمي أي نوع بسكوت سادة عندك. كمان تقدري كمان تستخدمي بسكوت المدارس دوت في انك انت تعملي منه كرات البسكوت اللي هي بالشوكولاته. تقدري كمان تعملي منه احلى تشيز كيك. فالبسكوت المدارس ده كنز، اوعي تفرطي فيه. لو اولادك مش بيحبوه، تقدري تستخدميه معايا زي ما انا هستخدمه النهارده. تعالي نشوف المكونات بتاعتنا عامله ازاي. بس قبل اي حاجه هنقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. ولو لسه جديده عندي في القناه وشايفه ان القناه مفيده بالنسبه لك، ما تبخليش عليا باللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. المكونات اللي عندي 4 بواكي بسكوت كبار من الحجم الكبير بتاع المدارس، وكمان عندي 5 بواكي بسكوت من الحجم الصغير. تمام. وعندي هنا كوبايه من اللبن لصوص الشوكولاته، نص كوبايه من الكاكاو الخام، نص كوبايه زيت، كوبايه الا ربع من السكر اللي هو الحبيبات. لو سكر بودره هتستخدمي كوبايه من السكر البودر. تمام. انا هنا هضاعف كمان كميه صوص الشوكولاته، فهزود كوبايه حليب تانية، ونص كوبايه كاكاو تانية، ونص كوبايه زيت، ونص كوبايه سكر. هنركن البسكوت ده كده على جنب، وهنجيب الخلاط بتاعنا وهنحط كده مع بعض السكر، وبعد كده هنحط عليه اللبن. انا همشي كده معاكم خطوه بخطوه. تمام. انا كده هنزل بالسكر، وبعد كده هنزل عليه بكوبايه من اللبن او الحليب، واروح جايبه تاني. يعني كده زي ما قلت لكم انا حبيت ان انا اضاعف الكميه. عايزه اقول لكم وانا بعمل البسكوت ده انا كنت بعمل الاكل، ما كنتش محضره خالص ان انا هصور معاكم نهائي. فاولادي ماما احنا عايزين ناكل حاجه حلوه، ماما احنا عايزين كيكه، وانا ما عنديش وقت ان انا اعمل كيكه. فطلعت البسكوت اللي انا محوشاه من الاولاد وقلت هعمل بيه الوصفه دي، وقلت هصورها معاكم. عشان كده هتلاقوا المقادير. انا بعد ما كنت هعمل نص كميه عملت الكميه كلها. انا هنا زودت كاكاو، خليته من نص كوبايه كاكاو لكوبايه كاكاو كامله. برضو الزيت بدل ما هخليه من نص كوبايه زيت هخليها كوبايه الا ربع من الزيت، كوبايه زيت حسب ما القوام يتقل معاكي. انا هضرب كل ده في الخلاط. اول حاجه انا ضربت اللبن مع السكر، بعد كده رجعت الخلاط تاني حطيت فيه الكاكاو، وبعد كده هبدا انزل في الخلاط بسرسوب صغير من الزيت. انا هنا حاطه كوبايه الا ربع من الزيت، هبدا انزل بيها واحده واحده لغايه ما القوام يتقل معايا. الوصفه اخدت مني كوبايه الا ربع من الزيت. تمام. وكانت القوام زي ما انتم شايفين كده جميل جدا. عايزه اقول لكم طعم الكاكاو بيفرق. لو الكاكاو جايباه من عند حد موثوق منه، هتحسي انك انت فعلا بتاكلي شوكولاته، بتاكلي نوتيلا، حاجه كده طعمها خرافه. لكن لو الكاكاو طعمه مش حلو هيبوظ لك الوصفه كلها. كده انا حطيت الخليط بتاعي في البوله. هبدا ان انا اركنها برده على جنب واجيب الكبه بتاعتي. هبدا افضي كل كميه البسكوت اللي انا هستخدمه في الوصفه دي. عايزه اقولك الوصفه دي ملهاش مقادير، ملهاش كميه بسكوت معينه، ملهاش كميه صوص شوكولاته معينه. تقدري تضيفي وتشيلي الحاجه اللي انت حباها واللي انت عايزاها. تقدري كمان ما تستخدميش الكبه لو انت ما عندكيش كبه، وتكسري البسكوت بايدك او تحطيه في كيس تلاجة كده، وبظهر السكينه تبداي انك انت تكسريه، او بايد الهون. عادي خالص مفيش اي مشكله. يعني مش لازم يكون متوفر عندك كبه. تقدري كمان تستخدمي بسكوت كده سليم وترصيه كده في صينيه، وتحطي اول طبقه صوص شوكولاته، تاني طبقه بسكوت، وبعد كده تستمري في عمل الطبقات ما بين بين البسكوت الساده وصوص الشوكولاته لغايه لما تعملي احلى تورتايه بسكوت. هتبقى حلوه جدا وشيك جدا في نفس الوقت. انا استخدمت هنا البسكوت المكسر لان اغلبيه البسكوت كان معايا كان متكسر، فقلت لا انا هستخدمها وهعمل بيها اطباق زي ما عملت قبل كده ببسكوت العيد زي ما شفتوه على القناه. هبدا ان انا احطه كده في الكبه وهطحنها كده طحنتين 3. مش عايزاها ناعمه خالص، عايزاها خشنه. تمام. وبعد كده هبدا ان انا اعجنها بصوص الشوكولاته. ده كده منظره زي ما انتم شايفين كده، في حبيبات كده صغيره. تمام. هبدا ان انا اقسم نص صوص الشوكولاته واحط النص التاني للتزيين. انا هنا كمان وانا بحط نص صوص الشوكولاته نسيت واتلخمت مع الاولاد وحطيت كميه ازيد من اللي انا عايزاها. بصوا ما رضيتش اقطع المقطع ده. وبعد كده افتكرت
فبالمعلقه كده هبدا ان انا انقص كده مصاص الشوكولاته كده من على الوش لغايه لما اقسمه نصين. هبدا بعد كده ان انا اعجن البسكوت بصوص الشوكولاته. كنت حابه ان انا اعجنه في نفس الوعاء كده بتاع الكبه عشان يعني ما استخدمش مواعين كتير، وللاسف ما عرفتش، فنقلته في البوله الستانلس ديت وهبدا ان انا اعجنه. تمام. عايزاها تبقى طريه خالص، وانتي بتحطي كده صوص الشوكولاته ممكن تضيفي لها كده ايه معلقتين كبار كده من اللبن او ربع كوبايه من اللبن وانتي بتعجنيها. مش حابه او متوفرش عندك لبن وكميه اللبن عندك ما كانتش متوفره، عادي جدا ابداي ان انتي اعجنيها بصوص الشوكولاته بس انا حبيت احط لها معلقتين اللبن دول عشان يكون القوام معايا طري مش ناشف. هبدأ بعد كده ان انا اعبيها في الكاسات او الاطباق بتاعتي، وبعد كده اضيف على الوش كمان صوص الشوكولاته اللي باقي عندي، وهتبقى معانا بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. هندخلها التلاجة تقعد على الاقل ساعتين، وبعد كده هنبدأ ان احنا نزينها تاني باي حاجه متاحه عندك. تقدري تزينيها بجوز هند، تقدري تزينيها بالسوداني، تقدري تزينيها ب مثلا عندك شوكولاته بيضه زي ما انا هعمل براحتك خالص. انا ما رضيتش على نفسي اكلف نفسي خالص وان انا اجيب كريز او اجيب سوداني او اجيب اي حاجه. كل اللي انا لقيته عندي في التلاجة لقيت عندي قطعه من الشوكولاته البيضه، سيحتها بمعلقتين من اللبن، حطيتها كده على النار على بخار ميه. تمام. وبدات ان انا احطها في كيس ثلاجه عادي كده وازين بيها الكيك بتاعي، واتبقى كمان معايا منها كميه يعني حبه صغيرين كده، هبدا ان انا احفظهم في التلاجة اعمل مثلا الوصفه دي تاني، اعمل اي وصفه تانية ممكن ان انا ازين بيها عادي جدا. تقدري لو انت ما عندكيش زي ما قلت لك شوكولاته بيضه، اي حاجه متاحه عندك ان شاء الله، حتى لو هتشيلي حبه من البسكوت المجروش او البسكوت اللي هو مطحون وتزيني بيها من على الوش، فما تكلفيش نفسك وما تتعبيش نفسك. المهم ان انت عملتي حاجه طعمها بجد روعه. عايزه اقول لك كل ما بتحط في التلاجة وتبات كل ما بتبقى طعمها احلى بكتير، تبقى طعمها كده شبه قطعه الجاتوه بالظبط. تقدري كمان تستغني عن كميه اللبن اللي انا عجنت بيها في الاخر دي وتعجنيها بصوص الشوكولاته، بس تبيتيها من بالليل في التلاجة لغايه الصبح، هتبقى معاكي طريه برضو جدا. لكن انا عن نفسي كنت هستخدمها في نفس اليوم، عشان كده حطيت لها كميه اللبن دي عشان تكون معايا طعمها كده طري مش ناشف. كده انا خلصت معاكم الوصفة. زي ما انتوا شايفين وصفة سهلة جدا وسريعة ومش مكلفة. كل اللي كلفتنا شوية لبن موجودين عندنا في البيت، على شوية كاكاو، على شوية زيت، على شوية سكر، وحولنا البسكوت السادة لأحلى كيكة شوكولاتة تقدري تقدميها لضيوفك وتقدميها لأولادك. حتى التزيين مش شرط جدا انك انت تزينيها بحاجة تكون مكلفة. ساعات كتيرة بكتب مني يا سمر فين في الميزانية الحاجة الحلوة، يا سمر عايزين نعمل حاجة حلوة سهلة ومش مكلفة. تقدري زي ما قلت لك كده استخدمي البسكوت دوت، اولادك مش بيحبوه، هيبقى بالنسبه لك كنز اللي انت تعرفي تشكلي فيه. مره هتعملي البسكوت دوت اللي هو الليزي كيك، مره هتعمليه كرات البسكوت بالشوكولاته، مره هتعمليه تشيز كيك. يبقى انت عملت لهم حاجه سهله وسريعه وموفره وما تضغطيش على نفسك في الميزانيه. يبقى انت ممكن انت تحوشيه كل اسبوع، وكل اسبوع تطلعي منه وصفه جديده خالص لاولادك وتفاجئيهم بيهم. بصي منظرها بعد ما طلعت من التلاجة، عايزه اقول لك بقيه الكميه اتنسفت. دي بصي كأنك بتقطعي قطعة جاتوه. كمان دي لو قعدت من بالليل لغاية تاني يوم، عايزة اقولك والله الطبق اللي فاض مننا لغاية تاني يوم كنا كلنا بنتخانق كده عليه بمعنى الكلمة. كان طعمه حلو جدا وكان قوامه وملمسه شبه الكيكة بالظبط. كده انا خلصت معاكم الفيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.